فكرت قبل كده ليه في أيام بتصحى فيها وأنت حاسس إنك منهك، مش تعبان جسديًا بس حاسس إن البطارية الروحية بتاعتك صفر، بتعمل كل حاجة مطلوبة منك، بتروح الشغل، بتذاكر، بتقابل الناس، بس من جواك أنت مطفي، رماد، مفيش طعم للنجاح ومفيش طاقة للمستقبل. الحالة دي يا ريس مش كسل ولا هي دلع ولا هي اكتئاب بالمعنى التقليدي، الحالة دي اسمها الاحتراق النفسي، ده الوحش اللي بياكل أحلام الناس الناجحة وهم مش دريانين. إحنا في عصر بيقدس السعي المستمر والإنتاجية القاتلة، والنتيجة إننا بقينا بنحرق أعصابنا عشان نلاحق سرعة العالم لحد ما بننطفي تماماً. في الحقيقة ما كنتش أعرف إن في حاجة اسمها احتراق نفسي قبل فترة قريبة، كنت بس بحس إني طول الوقت تعبان، مش تعب جسدي بس تعب مش مفهوم. بعمل كل حاجة، بحقق أهدافي، بس من جوايا حاسس إني مش راضي ومش عارف أفرح بأي حاجة. ومن يوم ما قريت عن ظاهرة الاحتراق النفسي حسيت إن ده أنا بالظبط، وحسيت إن كتير من زمايلي والناس اللي أعرفهم بيمروا بنفس الحالة تقريبا، وده اللي خلاني أقول لازم أبدأ بيه وأعمل حلقة عن الموضوع ده عشان أي حد بيحس إنه مطفي من جواه يعرف إنه مش لوحده ويفهم إن في طريق للخروج. المتميزين هم أكتر ناس معرضين للانهيار ده. هنعرف إيه الفرق بين التعب الطبيعي اللي بيمروا بيه وبين اللحظة اللي مخك بيقولك فيها خلاص أنا استقلت، وهنفكك سوا سجن التوقعات اللي احنا حابسين نفسنا فيه. النهاردة مش بس هنعرف يا ريس إزاي نخرج من الحالة دي، احنا هنعرف إزاي نعيد إشعال الشعلة اللي انطفت ونعيد استدعاء الروح الإيجابية اللي بقينا حاسين إنها مش موجودة. الاحتراق الداخلي أو النفسي ما بيحصلش فجأة، هو مش حادثة عربية، هو تآكل بطيء بيبدأ بحماس مفرط وبإنك عايز تثبت نفسك، فبتاخد شغل أكتر وبتسهر أكتر وبتهمل نومك وأكلك وإنت فاكر إن ده هو طريق النجاح. العلم بيقول إن الاحتراق ليه 3 أركان أساسيين، لو لقيتهم في حياتك دلوقتي فأنت في منطقة الخطر، وهما الإنهاك العاطفي، إنك تحس إنك شطبت مفيش عندك طاقة تديها لأي حد ولا حتى لنفسك. التبلد أو فقدان الشخصية، إنك تبدأ تتعامل مع شغلك ومع الناس كأنهم أرقام أو أعباء، بتبدأ تفقد التعاطف وبتبقى شخص ناقم على كل حاجة. الإحساس بتراجع الإنجاز الشخصي، مهما عملت بتحس إنه ملوش قيمة، بتحس إنك فاشل حتى لو الناس بتسقف لك، بتفقد الثقة في قدراتك تماما. المفارقة إن الاحتراق ما بيصيبش الناس الكسولة، هو بيصيب الفرسان، الناس اللي عندهم شغف عالي وتوقعات خيالية من نفسهم. أنت بتحترق لأنك مهتم زيادة عن اللزوم، أنت بتحترق لأنك ربطت قيمتك كإنسان بإنتاجيتك، ولما الإنتاجية بتقل أو الضغط بيزيد عقلك بيعمل حاجة شبه القفلة عشان يحميك. ده مش عطل في الماكينة، ده نظام أمان بيقولك كفاية كده، أنت بتدمر نفسك. إحنا عايشين في زمن الإنتاجية السامة، طول الوقت شايف ناس على السوشيال ميديا بينجحوا بيسافروا بيعملوا فورمة ومنهم اللي بيقرأ 100 كتاب في السنة. عقلك الباطن بيبدأ يقارن كواليسك المتعبة بمشاهدهم المثالية. المقارنة دي بتخلق عندك قلق وجودي، بتحس إنك لو ريحت ساعة فأنت بتخسر السباق، فتضغط على نفسك أكتر وبترفض علامات التعب في جسمك. أنت بقيت بتعامل نفسك كأنك هارد ديسك، مطلوب منك تشتغل 24 ساعة من غير مروحة تبريد. الاحتراق الداخلي هو النتيجة الحتمية لإنكار بشريتك. أنت مش روبوت، إحنا كلنا كائنات حيوية محتاجة لدورات من العمل والراحة. لما بنلغي دورة الراحة إحنا بنلغي قدرة العقل على التجدد. التكنولوجيا خلت الشغل يروح معاك لحد البيت وبيدخل معاك لحد سريرك في أوضة نومك. الإشعارات والرسايل خلت مخك دايما في حالة تأهب قصوى، مفيش فصل حقيقي. والاحتراق بيحصل لما المدخلات بتبقى أكتر بكتير من قدرة المعالج اللي هو دماغك. انت محتاج تفهم ان الراحة مش مكافأة على التعب، الراحة هي جزء أساسي من العمل نفسه، ومن غير شحن مفيش طاقة للشغل. عشان تفهم ازاي تخرج من السجن ده لازم تعرف ايه اللي حصل جوه دماغك فعليا. الاحتراق الداخلي مش مجرد كلمة، ده حالة فسيولوجية. لما بتضغط على نفسك لفترات طويلة غدتك الكظرية بتفضل تفرز كورتيزول اللي هو هرمون التوتر، وبتفرزه بجرعات عالية جدا. الكورتيزول ده في العادي مفيد عشان يخليك تنجز، لكن لما بيزيد عن حده بيبقى مضر جدا.
عشان كده لازم تفهم إن دماغك بقى مرهق جدا وبيحاول يوفر طاقته، فبيقل تركيزك وذاكرتك، مش عشان أنت غبي، بس عشان مخك بقى محتاج راحة. ده السبب اللي بيخليك في عز الاحتراق تحس إنك غبي مش عارف تركز، بتنسى أبسط الحاجات، وقدرتك على حل المشكلات بتبقى صفر. دماغك بيعمل حاجة شبه الإغلاق الجزئي، هو بيحاول يوفر الطاقة للوظائف الحيوية الأساسية، بس لأنك استهلكت بنزين العاطفة وبنزين التفكير. الاحتراق هو رسالة من جسدك بتقولك: أنا مش قادر أحميك من نفسك أكتر من كده يا بني آدم، فلازم تفوق لنفسك. أصعب حاجة في المرحلة دي يا ريس هي فقدان المعنى. الحاجات اللي كانت بتفرحك ما بقتش تحرك فيك شعرة، وده لأن نظام الدوبامين عندك حصل له حالة من التشبع أو التلف المؤقت. أنت بقيت محتاج محفزات ضخمة جدا عشان تحس بأي إنجاز، وبما إنك مش لاقيها بتدخل في دايرة اليأس. الاحتراق بيخليك تشوف العالم أبيض وأسود، والحقيقة إن استعادة الألوان مش هتحصل بإنك تضغط أكتر، بل بإنك تتوقف تماما. التعافي من الاحتراق مش بيحصل في يوم وليلة، ده محتاج إعادة تصميم لحياتك. عشان يبقى ده بروتوكول النجاة بتاعك، أول خطوة في بروتوكول النجاة هي الاعتراف الصادق. لازم توقف تمثيل دور السوبر هيرو، قول لنفسك وللي حواليك: أنا تعبان، أنا محتاج وقت للراحة ومحتاج أفصل. كسر صورة الشخص اللي لا يقهر هو أول مسمار في نعش الاحتراق. تقبل بشريتك لأن ده قمة القوة مش الضعف. استخدم قاعدة الحدود الصلبة، لازم تبني جدار عازل بين حياتك وشغلك، مثلا مفيش إيميلات بعد الساعة 6 أو مفيش شغل في الويك إند. لازم تتعلم تقول لأ لأي مسؤولية جديدة بتترمي عليك وبتأثر على حياتك. أنت دلوقتي في حالة إصلاح وترميم يا ريس، وأي ضغط زيادة هيهدم اللي بتبنيه. الحدود هي اللي هتحميك من استنزاف الآخرين ليك. اعمل على إعادة تعريف الراحة. الراحة مش إنك تقعد تقلب في الريلز على الموبايل. السوشيال ميديا هي مجهود ذهني مستخبي في صورة راحة. الراحة الحقيقية هي السكون، المشي في الخضرة، الصلاة بتركيز، أو التأمل، أو حتى النوم الكافي. لازم تدي فرصة لجهازك العصبي إنه يرجع لحالة الاستقرار بعيداً عن ضجيج الإشعارات. الخطوة اللي بعدها هي تفكيك الكمال. الاحتراق هو ابن شرعي للكمالية أو السعي للكمال أو البرفكشنزم. اتعلم إن الإنجاز المقبول أحسن من إنك ما تعملش حاجة بسبب طلب الكمال. يعني ما تموتش نفسك في البحث عن الكمال، واسمح لنفسك إنك تغلط. اسمح لنفسك تكون مش في أحسن حالاتك. النجاح هو ماراثون طويل، مش سبرنت 100 متر. الخطوة اللي بعدها البحث عن الشرارة الصغيرة. يعني ما تحاولش ترجع لشغفك القديم الكبير مرة واحدة، محدش بيرجع زي ما كان من أول محاولة. ابدأ بحاجات صغيرة ما فيهاش ضغط، هواية قديمة، قراءة رواية تافهة، أي حاجة بتعملها للمتعة فقط، مش عشان تنتج منها حاجة. رجع المتعة لحياتك، الشغف هيرجع لوحده. في النهاية الاحتراق الداخلي مش نهاية الطريق، هو محطة وقود إجبارية. هو فرصة عشان تراجع حساباتك وتعرف إن قيمتك مش في كام حاجة عملتها النهاردة، قيمتك في مين أنت كإنسان. أنت أعلى بكتير من وظيفتك ومن درجاتك ومن نجاحك المادي. افتكر دايما إن الشمعة اللي بتحترق من الناحيتين عشان تدي ضوء أكتر هي أول شمعة بتخلص. خليك ذكي وحافظ على نورك، واعرف إن العالم مش هيقف لو ريحت شوية، بس حياتك هي اللي هتقف لو كملت وإنت محترق نفسيا. لو وصلت لحد هنا فكر معايا وجاوب على السؤال ده في التعليقات: إيه من ال5 خطوات اللي قُلناهم في بروتوكول النجاة، إيه هي أكتر خطوة محتاج تطبّقها في حياتك فورًا؟ الحدود والّا الراحة والّا الاعتراف؟ كن واعي بنفسك، تتحرّر من الاحتراق النفسي. استنونا في الحلقة الجاية هنتكلم عن العدو الأول للتركيز في عصرنا الحالي، هنفهم من خلالها إزاي الموبايل اللي في إيدينك ده بقى سجن متحرك. أنا محمد الريس، إحنا بنحاول نعيد تشكيل وعينا، مش مجرد بنقول كلام. سلام.